بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. يسرني باسمكم وباسم البرنامج أرحب بضيفي الدائم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور. مرحبا بكم المشاهدين. حياكم الله. نذكر السادة المشاهدين أنه يمكنكم التواصل معنا ونسعد باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. بداية شيخنا، لعلنا نتطرق اليوم إلى موضوع له أهمية كبيرة، وهو موضوع التعامل مع غير المسلمين، ما لهم علينا من واجبات وما يحرم علينا فعله تجاههم. طيب، بعد هل خص الشارع المسلم بطريقة يجب أن يتبعها للتعامل مع أصحاب الديانات الأخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هنالك جملة من النقاط لا بد من الإشارة إليها قبل الدخول في الإجابة عن هذا السؤال. نعم. وهو أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم، ونذكر جميعا قول الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. منذ تلك اللحظة والله سبحانه وتعالى قضى بإرادته الكونية أن يكون هنالك مخلوق من مخلوقاته يقوم على إرادة ومشيئة معينة. تختلف هذه الإرادة والمشيئة عن طائفتين أو طرفين من عباده: طائفة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، وطائفة الشياطين الذين تمردوا على أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان هو عبارة عن وسط ما بين العنصر الملائكي المطيع طاعة مطلقة وما بين العنصر الشيطاني الذي هو يعصي الله معصية مطلقة، وبالتالي فهو له مشيئة معينة في أن يعصي أو يطيع، هكذا خلقته. ولذلك نحن نسميها العبودية الاختيارية. يعني هو الله سبحانه وتعالى مكنه من أن يكون عبدا لله اختيارا، وفي ذات الوقت أيضا له عبودية اضطرارية. يعني هو يجمع بين خاصيتين: خاصية العبودية الاضطرارية في حياته وموته ونشأته ووجوده، كثير من القضايا فهو عبد لله اضطرارا بطبيعة الحال، ولكن الله عز وجل يريد منه أن يكون عبدا لله اختيارا، كما عبر عن ذلك العلامة الشاطبي عليه رحمة الله. فالعبودية الاختيارية هي التي تميز هذا الإنسان. لما نتكلم عن قضية العبودية الاختيارية، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل الناس حملا على أن يكونوا مؤمنين، ولو شاء ذلك لفعل. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكونوا مؤمنين لفعل. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لأنبيائه: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لأن الله لو شاء ذلك لفعل. فأنت مهمتك هي الدعوة والتبليغ والبيان وإخبار الناس أمر الله سبحانه وتعالى، لكن سيظل الاختلاف بين البشر قائما. هذه النقطة المهمة. يعني نحن إذا مستخلفون في الأرض استخلافا جماعيا. يعني الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان ليكون الخليفة في الأرض، هذا نسميه أو يسمى في القرآن بالاستخلاف العام: جعلكم خلائف، فهم يخلفون بعضهم بعضا جميعا. ثم هنالك نوع خاص من الاستخلاف، وهو استخلاف أهل الإيمان، وهو الاستخلاف الذي يقوم على أوامر الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نستصحب ابتداء أن الله سبحانه وتعالى مستخلف الجميع على هذه الأرض، فهم جميعا مسخر لهم الأرض وممكنون فيها، يأخذون من خيراتها، ولكن هنالك هدايات الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم ليكون لهم استخلاف خاص، وهو أن تنزلوا إلى الأرض وتتعاملوا بهداي، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآية الأخرى: ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هنالك استخلاف عام وهنالك استخلاف خاص. هذا الاستخلاف الخاص يقسم الناس إلى طائفتين، فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فهنالك أهل الإيمان وهنالك أهل الكفر. إذن الله سبحانه وتعالى من خلال هذا المخلوق الكائن الذي يسمى بالإنسان أو بني آدم أو البشر جعلهم يختلفون بطبيعة الحال، وجعل الحكم والمصير النهائي إليه جل جلاله، فهو الذي يفصل بفصل نهائي في الآخرة، وهو الذي يفصل بأحكامه في الدنيا. فهو الله سبحانه وتعالى يفصل في الأحكام في الدنيا، ويفصل كذلك بأحكامه القطعية الناجزة يوم القيامة. إذن هذه مهمة جدا حتى نتصور بأن والله سيبقى الناس هنالك اختلافات، هنالك أديان، هنالك مجموعات، على كل قد لا تكون حتى على دين سماوي، ولكن ابن آدم سيظل في هذه الدنيا على اختلاف. يبقى هنالك سؤال: هل فعلا والله المسلم له طريقة معينة في التعامل مع هذا التباين وهذا الاختلاف؟ وما هي هذه الطريقة؟ هذا هو التحدي الكبير. نحن نقول بأن الله سبحانه وتعالى ما ترك ابن آدم في هذه الدنيا ليكون عبدا لهواه. وهذه العبارة ربما هي التي أطلقها الشاطبي عليه رحمة الله عندما قال: ومقصود إنزال الشريعة أن يكون المكلف أو إخراج المكلف عن دائرة هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا. فنحن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخرجنا من دوائر الهوى. فمثلا دوائر الهوى بين الأمم تذهب في اتجاه الغلبة، أن تكون أمة هي أربى من أمة، الاستعلاء القومي، الاستعلاء العرقي، الاستعلاء الديني، الاستعلاء العدوان كذلك بشتى أنواعه. فابن آدم بطبيعته هكذا، هو يريد أن يكون الأعلى، يريد أن يكون صاحب المصلحة العليا، يريد أن يجتاح الآخرين، يريد أن يعتدي على الآخرين بحكم ظلمه وجهله، بحكم ظلمه وجهله. الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا شريعة وقال لنا: إذا أردتم الهداية في الدنيا والحياة الطيبة وأردتم النجاة عندي في الآخرة فهذا هو الكتاب الذي تتعاملون به. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بما أراك الله. ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس. فالمسلم له طريقته في التعامل، وله منهاجه في الحياة، وله أحكامه في طبيعة العلاقة مع هذا الشخص الذي نسميه نحن الآخر الديني تحديدا، كيف يكون التعامل معه. فبطبيعة الحال هنالك أحكام وهنالك تفصيلات على كل في الفقه الإسلامي، وهنالك نموذج كذلك في التاريخ الإسلامي وهو النموذج النبوي والنموذج الراشدي، باعتبارها النماذج التي نقتدي بها ونحاول إن شاء الله أن نجعلها النموذج المثالي في حياتنا. نعم، والشيء بالشيء يذكر. كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع غير المسلمين من اليهود أو من أي ديانة أخرى؟ في البداية طبعا خلينا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته مر بمرحلتين في الجملة. المرحلة الأولى هي المرحلة المكية، والمرحلة الثانية هي المرحلة المدنية. نعم. المرحلة المكية كان صراعه المباشر مع المشركين، ولم يكن هنالك أهل كتاب في مكة، يعني لم يكن هنالك أهل أديان سابقة، وإنما هو كفر محض وإشراك محض وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. في هذه المرحلة ركز القرآن المكي على تكريس القيم الدينية والعقائدية ذات الطابع الخاص، بحيث يمكن أن نقول بأن المسلم في هذه المرحلة كان بحاجة إلى أن يكسر حالة الانبهار بالآخر، ويكون لك اعتداد بالقيم الدينية التي أنزلها الله إليه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا. تلاحظ هنا حريص الشريعة على أن تبرز شخصيتك. أنت في مجتمع جديد، مجتمع حديث، الناس لا يعرفونك، قابل للذوبان، قابل للانبهار، قابل للاختراق. كل ذلك جاءت المرحلة المكية لتحصن المسلم تحصينا كاملا. ففي هذه المرحلة نلاحظ الأحكام كان فيها صرامة كبيرة جدا، ويمكن أن يصدق عليها ما كان يسميه بعض المفكرين بالعزلة الشعورية. هنالك نوع من الانكفاء، هنالك نوع من الاعتداد الكبير جدا بما عليه الإنسان المسلم. في هذه المرحلة لم تكن هنالك أحكام تفصيلية لها علاقة بالدولة والمجتمع، معظمها كانت علاقة فردية بين العبد وربه وعلاقات المجتمع المسلم المحدود. جميل.
هنا طبعا تعرض المسلمون للاضطهاد وتعرضوا للتهجير وتعرضوا للتعذيب على كل المرحلة المكية معروف. جاءت المرحلة الأخرى وهي المرحلة المدنية. هنا انتقل فيها المسلمون من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين، وانتقلوا من حالة المجتمع المحدود إلى حالة المجتمع الواسع، وانتقلوا من حالة الاستضعاف إلى حالة والمحكومية إنجاز التعبير لدى سلطان أغلب منهم وأعلى وهو السلطان المكي، إلى حالة السلطان الإسلامي الذي يكون الغلبة فيه لأهل الإسلام. إذا هنا نلاحظ حصل تحول كبير جدا في المرحلة في المرحلة المدنية. في إطار المرحلة المدنية جاءت بعد ذلك قضية الأحكام التفصيلية. لماذا الأحكام التفصيلية؟ هنالك 3 مكونات داخل المجتمع المدني. المكون الأول هو المكون المسلم المتكون من المهاجرين والأنصار بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك أهل الكتاب من أوس وخزرج لا من بني النضير، بني قينقاع وبني قريظة، 3 مكونات. الأنصار طبعا من أوس وخزرج، والمهاجرين بقبائلهم المختلفة، كل من هاجر إلى المدينة من غير أهلها من أهل الإسلام كان يسمى مهاجر ويدخل في كتيبة المهاجرين. إذن أنت أمام مكونين، مكون مسلم بطوائفه الاجتماعية، ومكون كذلك من أهل الكتاب وهم اليهود بمكوناتهم الاجتماعية. هنالك مكون في الوسط وهم الذين عبر عنهم القرآن بالمنافقين، وهم الذين كان يتزعمهم عبد الله بن أبي بن سلول. إذن أنت هنا في مجتمع متعدد وأنت ستكون الحاكم. ما هي الطريقة التي تعامل بها النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الحالة؟ هل رفع مثلا شعار الإقصاء وشعار الإبادة وشعار إن والله ليس لكم مقام في مدينتي أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمل وثيقة عرفت في التاريخ الإسلامي بوثيقة المدينة. هذه الوثيقة حددت العلاقات بين المؤمنين وقبائلهم ومكوناتهم وما يجب عليهم فيما بينهم من مهاجرين وأنصار ومن قبائل لها أيضا ارتباطات اجتماعية، ثم حدد بعد ذلك أيضا علاقتهم باليهود الذين يخالفونهم. وهنا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذلك كان ينطلق من آيات الكتاب العزيز، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يترجم الكتاب. فهنا نلاحظ مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في وثيقة المدينة جعل مركزية أو مرجعية الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الاحتكام العام في هذه الدولة هو للنبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رأس للدولة ومرجعية لها. ثم هذه المكونات ما يجمعها ليس العقيدة الدينية، لا يجمعهم عقيدة دينية. لليهود دينهم وللمسلمين كما أخبرنا قال لليهود دينه والمسلم. لكن سبحان الله في الوثيقة هنالك عبارة الأمة بمعنييها. أحيانا يعبر الأمة في الإطار العقائدي لما يتكلم عن المسلمين فيما بينهم يتكلم عنهم كأمة، ولما يتكلم عن المسلمين واليهود يتكلم عنهم أيضا كأمة. لاحظ، وأن يهود بني عوف وأن يهود بني عوف أمة مع المسلمين، وفي بعض الروايات أمة من المسلمين. وهنا ليس الأمة بمعناها العقائدي، ولكن هنا الأمة بمعناها شنو؟ بمعناها السياسي. فهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم، كذلك من يتولانا من غيرهم في الإطار السياسي ويريد أن يكون في مظلتنا ويعيش بيننا فهو منا بهذا الاعتبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء من المسلمين في إطارهم السياسي، ما يلزمهم في إطار قضاياهم الخاصة، عباداتهم، قضاءهم الخاص، زعاماتهم الاجتماعية لهم لا يتدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فاليهود بني قريظة مواقعهم ومزارعهم وقياداتهم، واليهود بني النضير زعامتهم وقيادتهم، وكذلك بنو قينقاع. الثلاث أطراف كلها لها وضعيتها، لكن ما يجمعهم هو مرجعية النبي صلى الله عليه وسلم، الالتزام بنظام الدولة العام، أن لا يتواطؤوا مع عدو خارجي، وأن يكون هنالك حماية للمدينة من كل عدوان في الخارج. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا يطالبهم بأن يقاتلوا معه خارج المدينة، لكن داخل المدينة إذا قصد المدينة عدو من الخارج فإنهم باعتبارهم مواطنين وسكان لهذه المدينة فجميعا يدافعون عن هذه المدينة. كان هذا هو سبحان الله. انظر إلى مدخل النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع الوثيقة وكيف نظم هذا المجتمع. فظل بعد ذلك في هذا المجتمع حصلت تفاعلات. مثلا واحد من المسلمين يتعامل تجاريا مع واحد من اليهود،
هنالك تعاملات مالية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان كما هو معروف توفي عليه الصلاة والسلام ودرهه مثلا مرهونة لواحد من أفراد اليهود، وطبعا اليهود حين كتجمعات تقريبا أقصوا. لكن الشاهد حصلت تعاملات، حصل نوع من التجارة، حصل نوع من العمالة. المهاجرين يمكن أن يشتغلوا مع الأنصار، يمكن أن يشتغلوا مع اليهود، فالجانب الاجتماعي حصل فيه إيه؟ حصل فيه تداخل بطبيعة الحال. فهنا طبعا الشريعة نظمت قضايا التحاكم، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن هؤلاء الذين هم طائفة اليهود إذا ما احتكموا إليك فاحكم بينهم بما أنزل الله، لكن إن لم يأتوا إليك واحتكموا لأنفسهم فأنت لا تلاحقهم. نعم. فهذه طبعا يعني اليوم لو نظرنا إليها فيما يعرف بالفيدراليات المعاصرة، تلاحظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم النموذج النبوي هو نموذج راقي جدا في استيعاب التعدد الديني وإعطاء كل مكون من المكونات حالة من الاعتراف الثقافي والاعتراف الديني، بل والاعتراف القضائي. أذهب إلى أبعد من ذلك، حتى كان فيما يتعلق بأنماطهم الإدارية أيضا كانت لهم أوضاعهم الخاصة. جميل. تكلمتم عن الاعتراف أو الحرية العقدية شيخنا، ماذا عن الممارسات المحرمة في قضية التعايش مع غير الديانة الإسلامية؟ قد نتعايش مع ناس يمارسون ممارسة محرمة كتعليق الصليب عند أهل المسيح وشرب الخمر لمن أباحت له ديانته ذلك، كيف لنا أن نتعايش معهم؟ هنا طبعا لا بد من أن يكون المسلم واعي جدا بأحكام دينه في الفصل بين مستويين من العلاقة. المستوى الأول هو الذي ذكرته في البداية، هو مستوى المرحلة المكية اللي هو المفاصل العقائدي. إن والله فيما يتعلق بجانب العقائد والأحكام الخاصة بالمسلم لا بد أن يكون المسلم في هذه الجزئية يعني حدي، لا يقبل عملية المساومة ولا المجاملات ولا غيره. فالقضايا التي تتعلق بما هم عليه من أديان، أنت هنا لا تقر باطلهم ولكنك تقبل التعايش معهم. هذه الجزئية لا بد من استيعابها. أنت لا تقول بأن لله ولد أو بأن الله ثالث ثلاثة أو بأن هذه كلها أنت تنكرها وتكفر بها وتدعو إلى نقيضها بطبيعة الحال. وبالتالي في هذه الجزئية يجب المسلم أن لا يشاركهم لا من قريب ولا من بعيد. لماذا؟ لأن هذه من خصوصياتهم وليس لها علاقة بالجانب الاجتماعي. بعض الناس يقول لك يا أخي اجتماعيا، أنا أقول لك الاجتماعيات شارك، قضية الموت، قضية الزواج، قضية المرض، هذه كلها قضايا الاجتماعية ما فيها إشكال. الشريعة أباحت لك أن تتواصل مع جارك غير المسلم، أن تذهب إليه إذا تصبره إذا توفي له قريب، أن تقف معه إذا كانت له مناسبة زواج وغير. هذه الجوانب الاجتماعية لا حرج فيها بطبيعة الحال، بل الشريعة ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك في قضية التزاوج من أهل الكتاب في هذه المرحلة التاريخية على وجه التحديد. لكن في كل ذلك لكم دينكم ولي دين. فيما يتعلق بالجانب العقائدي أنت لا تحاول أن تلتقي معهم. فيما يتعلق مثلا حتى في الجوانب الاجتماعية أن لا تكون معهم مثلا في الحفلات التي يختلط فيها الحابل بالنابل وتكون فيها المنكرات شائعة وتكون فيها المشروبات كذلك، هذه مهمة جدا. أيضا أن لا تكون معهم في أنديتهم التي يتم فيها الاستهزاء بالمسلمين ويكون فيها الاستهتار بأحكام الله حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه المسائل على كل التي لا بد من المسلم أن ينتبه إليها وهو يخالط الآخر، فهو يدرك تماما متى يلتقي معه ومتى يختلف. يعني يمكن أن يلتقي معه في التجارة، يمكن أن يلتقي معه في الرياضة، يمكن أن يلتقي معه كذلك في الجوانب الاجتماعية المختلفة، ولكنه يدرك تماما بأن هنالك حدود فاصلة فيما يتعلق بالجوانب العقدية. فلا تقول لي والله أنا أريد أن أحتفل معه بعيد ميلاده، أو لا تقول والله أريد أن أحتفل معه بأعياد الدينية. هذه كلها من الأشياء التي نصت عليها طبعا الشريعة بشكل واضح بالتحريم. طيب، يعني احنا نعيش في مجتمع واحد، قد يكون الأمر هذا ممارساتهم المحرمة في العلن يؤثر بشكل أو بآخر، يعني لها أكثر من بعد. قد يكون مثلا على الأطفال، إذا احنا نعيش في مجتمع واحد أنا والشخص اللي غير مسلم، كيف يتم التعامل مع هذا؟ هنا لا بد من التربية يعني التنشئة من البداية. يعني الطفل نفسه الذي أنت يعني فيه احتكاك بالأطراف الأخرى لا بد أن يكون واعي فيما يتعلق بالأحكام. نعم. وهذه على كل لها علاقة بالتنشئة ولها علاقة بالتربية ولها علاقة بحتى قضية الاحتكاك، ومتى يسمح لهم بالاحتكاك متى لا يسمح لهم بالاحتكاك. هذه كلها قضايا على كل لا بد من الالتفات إليها. لكن في نهاية المطاف هو أن الطفل كلما أنت وجهته بشكل واضح منذ البداية وأعلمته ما هو الحلال وما هو الحرام وما هو عقيدة الإسلام وما هي العقائد الأخرى، فإن الصورة تكون إن شاء الله عنده واضحة، بل ربما يؤثر على الآخر أكثر مما يتأثر هو. جميل.
طيب هذا على صعيد الفرد شيخنا، كيف على صعيد الدولة المسلمة؟ هل للدولة المسلمة حق في حمايتهم وكفالتهم على الصعيد الاجتماعي مع أنهم ينتمون إلى ديانات مختلفة؟ هو موضوع الدولة هو لعله هو الأساس. طبعا نحن الآن ذكرنا اليهود وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخلهم ضمن نظام الدولة. نعم. لكن خلينا نقول فيما يتعلق بالكفار عموما، هم عدة أقسام فيما يتعلق بتعاملنا معهم كدولة. يعني مثلا عندنا المجموعة الأولى هي التي تسمى بالحربيين. هنالك طائفة من الكفار يصنفون بأنهم أهل حرب، فهم في مواجهة مفتوحة مع ديار الإسلام ومع أهل الإسلام ومع دولة الإسلام. هؤلاء طبعا طريقة التعامل معهم كل ما ذكرناه من تعامل لا يشملهم، سواء التعامل الاجتماعي أو التعامل الذي ذكرناه، لأن الضابط في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا. فهؤلاء أهل الحرب لا ولاء ولا توالي معهم، يعني ليس بيننا وبينهم إلا إيه؟ إلا الحرب. هذه الفئة تحديدا. هناك طائفة أخرى وهي طائفة في الشريعة تسمى بأهل الذمة، وهم عبارة عن مجموعة من أهل الكتاب أو من أهل الكفر رضوا بأن يكونوا في ظل حاكمية الإسلام، فهم مواطنون إيه؟ مواطنون الدولة الإسلامية وتحت تسمية إيه؟ تحت تسمية أهل الكتاب. وهذه طبعا أيضا من لطائف القرآن الكريم في أنه فرق في التسمية بين الكفار الذين لهم كتاب وبين الكفار الذين ليس لهم كتاب، وسمى هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء لم يسميهم أهل كتاب. وهنالك تفاصيل بطبيعة الحال شرعية فيما يتعلق بأهل الكتاب واختلافهم عن غيرهم، فمثلا منها أن يجوز التزاوج منهم، يجوز أكل طعامهم، يجوز أكل ذبائحهم. هؤلاء بالنسبة لأهل الكتاب. إذن هؤلاء أهل ذمة. أهل الذمة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. القاعدة فيما يتعلق بالشأن المعاملات، شأن المعاملات مثلا في كافة الحقوق المتعلقة بالجوانب الاجتماعية هم يشاركون المسلمين إلا في موضوع الزكاة على قول، يعني في الزكاة تكون خاصة بشنو؟ بالمسلمين، إلا فيما يتعلق بسهم المؤلفة يدخل فيه المؤلفة قلوبهم، لكن بقية الأسهم كلها هي لإيه؟ للمسلمين. لكن يدخلون في الصدقات، لاحظ يدخلون في الصدقات. فالدولة هنا الدولة الإسلامية بالنسبة لغير المسلمين فيما يتعلق بالحقوق المدنية سيكونون مثلهم ومثل المسلمين إلا في الخصوصيات. هنالك خصوصيات دينية تتعلق بهم وهنالك خصوصيات دينية تتعلق بإيه؟ بالمسلمين تراعى بطبيعة الحال. هؤلاء الذميون، هؤلاء طبعا من ضمن القضايا اللي كثير من الناس طبعا يعني يستشكل فيها، يقول لك يا أخي أنتم قسمتم الناس إلى درجتين، ومواطنين أصليين ومواطنين غير أصليين وكذا. هو طبعا فقط في هذه الجزئية من المهم أن نفرق بأن هذا الذي نقول أنك أنت من أهل الذمة وتدفع الجزية، نعم، هو أنه معفي من القتال، ما يسمى الآن في الدولة المعاصرة بالخدمة إيه؟ الخدمة العسكرية. فهو معفي بطبيعة الحال، لأن الخدمة العسكرية في الدولة الإسلامية فيها الطابع العقائدي، فيها الطابع إيه؟ طابع العقائدي. فالآن لو أردت أن تقول والله لمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية أو لمسلم في ألمانيا أو غيرها، والله يا أخي أنت ما رأيك أن تكون والله تدفع ضريبة في مقابل أن تعفى من أن تكون جنديا في الجيوش التي تذهب إلى القتال إلى بلاد المسلمين؟ يقول لك والله أفضل لي هذا، ولا أكون إيه من الدرجة الأولى ويجبر ابني وأجبر أنا على قتالي منهم بني قومي. فهذه الفلسفة للأسف الشديد كثير من الناس لا يستوعبها. لما يقوم المسلمون بمهاجمة غير المسلمين وقد يكونون أهل كتاب، لا يجبرون من أهل الملة هذه سواء كانوا يهودا أو نصارى، لا يجبرونهم على أن يذهبوا للقتال معنا، بل هم عليهم فقط للحماية أن يدفعوا الجزية، وهنا تحميهم الدولة. وإذا أسروا لأي سبب من الأسباب أو اضطهدوا أو حصل لهم شيء فإن الدولة مكلفة تماما بالدفاع عنهم وحمايتهم. شكرا لك شيخنا. للحديث بقية متابعينا الأفاضل، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. للأطفال عالم خاص بهم يعيشون فيه حياة جميلة مليئة بالأحلام وبالمغامرات والإبداعات، عالم يملأه الحب والوفاء، العطاء دون مقابل، خيال لا متناهي. ولكي نغوص معهم في هذا العالم نحتاج أن نقترب منهم ونتقرب إليهم ونعيش مغامراتهم. براعم، برنامج أسبوعي يهتم بعالمكم أنتم أيها الأطفال. براعم نتعلم فيه معا ونعرض إبداعاتكم ونتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم. معي أنا صديقتكم صديقة الأطفال نورة، وأنا صديقكم منجوس. بانتظاركم يا حلوين. خلينا نعيش هالفرحة اليوم ونفرح انت وانا، ليه نخلي زعلنا يدوم وتملي نعيش على طول عدنا لكم أيها السادة المشاهدون بعد هذا الفاصل القصير. نجدد الترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بك. حياك الله. ونذكر مجددا أنه يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، ذكرتم شيخنا أن الدولة عليها حق في حماية في حمايتهم وكفالتهم. أتكلم عن الناس اللي انتمائهم لديانة غير الإسلام، فهل يجب على الدولة المساواة بين غير المسلم والمسلم في هذا؟ نعم، هنا بس حتى لا أنسى دعني أكمل. ذكرت أن هنالك أهل الحرب نعم. لهم أحكامهم، ثم أهل الذمة لهم أيضا أحكامهم. الطائفة الثالثة هم أهل الصلح الذين يصالحون المسلمين على صلح معين، فهؤلاء أيضا هم ليسوا من داخل أهل الإسلام، ولكن أيضا لهم أحكامهم الخاصة، حيث يلزم علينا السلام فيما بين الطرفين. هنالك أيضا أهل العهد إن جاز التعبير. فأنت أمام مجموعة من الأطراف، جزء كبير منها يسوده الصلح والسلام وتسوده كذلك العلاقات المسالمة، وهنالك طائفة وهي التي اختارت المنابذة واختارت العدوان واختارت الهجوم، استضعاف المسلمين. فهؤلاء على كل أهل الحرب، وأولئك لهم وضعهم الخاص. فيما يتعلق بقضية المساواة،
بطبيعة الحال هنالك جوانب تقتضي المساواة وهنالك جوانب لا يلزم فيها المساواة. لماذا؟ أول كلمة المساواة طبعا بالنسبة لنا في الشريعة الغالب في الاستخدام الشرعي هو موضوع العدل. نلاحظ الله تبارك وتعالى وإن الله يأمر بالعدل والإحسان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر المساواة فيما يتعلق بالمساواة الإنسانية. كالإنسان ككينونة بشرية إنسانية، يقول يا أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب. فعلى مستوى البنية البشرية لا أحد يفاخر على أحد. أما على المستوى الكسبي بطبيعة الحال فهنالك من له كسوب طيبة وهنالك من له كسوب سيئة بطبيعة الحال. هنالك من حصل علما وهنالك من ظل جاهلا، هنالك من بذل جهدا في أن يكون يرتقي بنفسه إلى مقامات طيبة، وهنالك لا من آثر دون ذلك. فحتى داخل المسلمين ستلاحظ هنالك قضايا يتساوون فيها وهنالك قضايا لا يتساوون فيها. فعلى كل إذا استخدمنا مصطلح العدل فإن العدل يسود بين الجميع. العدل يسود بمعنى العدل هنا هو التفريق بين المختلفين والمساواة بين المتماثلين. فكل متماثلين يتساويان وكل غير متماثلين لا يتساويان. وهنا ستأتي قضية التماثل في القضاء وقضية التماثل في الوظائف وقضية التماثل على كل وظيفة لها اشتراطات معينة، فإن الإنسان يتقدم فيها ويتصدر فيها وفق شروطها الموضوعة من الناحية القانونية. فالعدل هو سيد الموقف في الدولة الإسلامية. جميل. ذكرتم شيخنا في كتابكم الإسلام والتعايش، ومتى ما كان التعايش السلمي ممكنا فإن المصير إلى ما سواه جناية بحق البشرية فوق أي أرض وتحت أي سماء وعلى أي ملة، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. لماذا جعلت جناية كما ذكرتم شيخنا؟ هنا طبعا هنا خلاف كبير جدا فيما يتعلق بسؤال، وهو ظل سؤال تاريخيا طبعا إلى يومنا هذا، هو سؤال محوري حتى داخل الفقه الإسلامي، وهو هل الأصل في العلاقة بيننا وبين غيرنا هل هي الحرب أم هي السلام؟ هذا السؤال على كل سؤال شغل الفقهاء وشغل كثير منه. ولذلك سبحان الله في وقت مبكر انتبه أحد تلامذة العلامة الإمام أبو حنيفة وهو محمد بن الحسن الشيباني في كتابه السير الكبير، وذهب إلى منحى خرج به تماما عن هذه جدلية الحرب والسلام، باعتبار أنها في حقيقتها يقول هو يجب أن تكون هذه نتيجة وليست أصل. ما هو الأصل يا محمد حسن؟ قال الأصل الدعوة. قال الأصل بيننا وبين غيرنا هو أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن الطرف الآخر في نظر الإمام محمد الحسن الشيباني، الطرف الآخر من خلال الموقف من الدعوة يتحدد وضعه. فالذي يؤثر السلام ويؤثر العيش على كل دون حرب مع المسلمين فله ذلك. فأنا ملت إلى هذا الرأي في أنه والله ما دام هنالك مجال لأن تكون الدعوة تتحرك في المجتمعات دون عدوان ودون منع ودون طغيان ودون كذا ودون يكون اضطهاد للمسلمين أو اضطهاد حتى لغير المسلمين، فيما يسمى اليوم مثلا عندك الدول كلها تتحرك عالميا الآن لما يعرف بحقوق الإنسان. نعم. نحن مثلا أعظم ما تتحرك له الجيوش الإسلامية هي الفتنة في الدين. أيا كان الإكراه الديني هو إكراه المجتمعات على ما لا تريد من الأديان، هذا فتنة. لذلك النبي الله سبحانه وتعالى يقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هنا طبعا معنى خاص أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الفتنة يغيب عن كثير من الناس حتى من المسلمين، وهو يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتن يهودي في يهوديته ولا نصراني في نصرانيته. فدل ذلك على أن الفتنة المشار إليها في الآية هي الإكراه الديني أيا كان هذا النوع من الإكراه. فالذين يمارسون الإكراه الديني على الآخرين فإن هذا بطبيعة الحال مرفوض في الشريعة الإسلامية. والأصل عندنا لا إكراه في الدين. فلا تحاول أن تمارس الإكراه الديني وإلزام الناس بعقائد لا يقرونها. وللأسف الشديد البشرية الآن تنحدر بشكل كبير جدا في محاولة فرض ليس أديان حتى منسوخة، ولكن تريد أن تفرض الإلحاد وتريد أن تفرض الشذوذ وتريد أن تفرض ما تسميه الآن بالمثلية وتريد أن تفرض تفكيك الأسرة. فنحن حقيقة الآن أمام نمط خطير جدا من الإكراه يدخل فيه الإكراه الديني والإكراه الاجتماعي والإكراه الثقافي والإكراه الأخلاقي، كل ذلك للأسف الشديد هو من الإكراهات. فعلى كل بالنسبة لنا نحن نسعى
بحركتنا الدينية نسعى إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحاكمية شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض، لأن الله هو الذي استخلفنا في الأرض، فنحن مستخلفون لله سبحانه وتعالى في الأرض. ومن كان مستخلفا فإنه يعمل بما وكله صاحب الوكالة. فمثلا أنت الآن لست أصيلا، أنت وكيل مثلا في متجر معين، فإنك تعمل بطبيعة الوكالة التي وكلت بها. نحن الآن في الأرض الله عز وجل سمانا مستخلفون، نحن مستخلفين في الأرض ونعمل باستخلاف الله لنا من خلال الكتاب. وبالتالي أنا ذهبت إلى أن المسلمين إذا وجدوا فرصة للسلام وفرصة لأن تندع حركة الدعوة بعيدا عن أي شكل من أشكال الحروب، فإن ذلك هو المفضل. ولو حاولت أن أسرد مثلا منهجية النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تذهب في هذا الاتجاه. مثلا لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم طريقة تعامله مع الحبشة وملكها. بعث إليه لما علم بأن والله هذه أرض لا يظلم عندها أحد وفيها ملك لا يظلم عنده وهي أرض صدق، بعث إليها أصحابه ولم يبادئهم بالحرب. أهل اليمن كانت ديار كفر وكان فيها أهل كتاب، بعث إليها يعني أبو موسى الأشعري وبعث إليها كذلك معاذ بن جبل، قال سدد، قال بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وتطاوعا. قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه. لاحظ الآن لم نسمع جيشا تحرك من النبي صلى الله عليه وسلم لفتح اليمن. لماذا؟ لأنه وجد هنالك مجالا للسلام. فالشاهد هنا حيثما وجدت الدعوة مساحة للسلام تحاول أن تستثمر هذه المساحة ولا تلجأ إلى الحروب بطبيعة الحال، لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما أبيح من قتل النفوس بقدر ما يؤدي ذلك إلى درء المفاسد وتقليلها وتحصيل المصالح وتكميلها. هل نستنتج مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن والحبشة أن الأصل هو السلام في هذا؟ على كل خلينا نقول الأصل هو الدعوة. الأصل هو الدعوة. مع أن هنالك من ذهب إلى أن الأصل هو السلام. وحقيقة في موضوع الأصل هذا ذهبت في الأمة في تاريخها حتى بعد محمد بن الحسن الشيباني وسعت، وخاصة هنالك من علماء الهند وأهل الحديث فيها وبل أهل الفقه كذلك من مذهب الحنفي وغيرهم، وسعوا في مفهوم مساحات السلام. أنا الآن ذكرت مثلا أهل الذمة وأهل الصلح وأهل كذا، ذهبوا إلى توسيع هذه الدائرة لدرجة أنك فعلا تصل إلى قناعة بأن الإسلام حيثما وجد مساحات للسلام فإنه يذهب إليها. وإن جنحوا طبعا الآية التي تلوتها واحدة من الآيات التي يرتكز إليها دعاة السلام. لكن أنا أقول الأصل كما ذهب محمد الحسن الشيباني، الأصل هو الدعوة، ومن خلال الدعوة يتحدث. ولذلك عندما نأتي نحن حتى بجيوشنا فإنك تنزلهم إلى ثلاث: فادعهم أولا إلى أن يعبدوا الله، مش كده؟ الأمر الثاني أن ينزلوا على حكم الله تبارك وتعالى فيكونوا ذميين يقبلون بالحكم الإسلامي وهم على دينهم، يعني يرضون بالولاية الإسلامية كدولة وكسلطان، ولكن هم على دينهم، لأن الإسلام لا يكرههم في العقائد، يعني لا يقول لهم والله يجبرهم على أن يكونوا نصارى. بل أبعد من ذلك سبحان الله هنالك جزئية مهمة جدا، لما أعطاهم حق الحرية الدينية في داخل الدولة الإسلامية أعطاهم حق الولاية على أبنائهم كذلك. لما أقول أعطاهم حق الولاية على أبنائهم، هنا ربما حتى الآن الدول الديمقراطية التي الآن تتبجح بالحريات لا تمنح هذا الحق للناس. فأنت الآن في السويد وفي هولندا مثلا يقول لك لا تربي ابنك على دين، لا، هم يربونه على ما يريدون. نعم. بل هم يزعمون بأنه والله نحن نريد الطفل أن يختار خياره. لا، الإسلام أعطى الوالدين في هذه المرحلة التي يكون فيها الصبي قاصرا، أعطى الولاية للأبوين فينشئان الولد على ما يريدان من دين ومن عقيدة ومن ملة هم عليها. فإذا نشأ وكبر وبلغ الرشد من حقه أن يختار ما يشاء بعد ذلك. لكن إلى هذه المرحلة لا تدخل الولاية السياسية الكبرى في هذه الخصوصيات، لأنها بذلك ستمزق نسيج الأسرة الاجتماعي، ستدخل بين الزوج وزوجته وبين الابن وأبيه، وهذه الإشكالية التي للأسف الشديد يعاني منها الغرب الآن. طيب، بالحديث عن علاقة الأب بالابن دعنا نتكلم عن دعائم العلاقات الإنسانية في الإسلام. جميل. هنالك جملة حقيقة من الدعائم الإنسانية التي لا بد أن لا يغفل عنها
المسلمون وهم يتحركون في بدعوتهم لدى الآخرين. الدعيمة اسمها أو الدعامة الأولى، أول دعامة ترتكز عليها حركتنا هو التكريم الإلهي لابن آدم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر ورزقناهم من الطيبات. جميل. هذا التكريم نحن لا ننظر إليه بأنه تكريم لنا فقط، تكريم لكل ابن آدم. صحيح ابن آدم بعد ذلك ثم ردناه أسفل سافلين، هو بسلوكه وكسبه وكذا ينحدر، لكن التكريم الإنساني الأول، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هذا التكريم الأول يسري على الجميع. يتفرع بطبيعة الحال عن هذا التكريم تجريم العدوان على النفس البشرية. يعني أنت لا يحق لك أن تعتدي على النفوس البشرية إلا بحق، ولا يحق لك كذلك أن تعتدي على أموال هذه النفس البشرية أيضا بغير حق. نعم. فهذا الجانب مهم جدا فيما يتعلق بالتكريم، التكريم الإنساني، هذه مسألة مهمة جدا. أيضا فيما يتعلق بالدعامة الثانية هي موضوع الحرية. الحرية من الدعامات المهمة جدا التي جاءت بها الشريعة حتى لا يتحول الناس إلى رقيق وإلى عبيد، من يكون عبيد لبعضهم البعض ويتطاولون على بعضهم البعض ويأكل القوي الضعيف إلى غير ذلك، على كل من الإشكالات التي لها علاقة بالحرية. وهنا نلاحظ ربما المقولة الشهيرة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. وكذلك تجريم الشريعة الإسلامية لاستعباد الأحرار، وكذلك السياسات الاقتصادية التي فيها منح كبير جدا لعدم استغلال العمال وعدم استغلال الضعفاء وكذا. كذلك ما يتعلق بتحرير المرأة فيما كانت عليه من جاهلية، كيف أن الإسلام ذهب بها مذهب بعيد جدا في قضية تحريرها من أغلال الجاهلية وقيودها وإشكالاتها. على كل هذا أيضا من الدعامات أيضا المهمة جدا. الدعامة الثالثة وهي تتفرع ربما أيضا عن هذه موضوع المساواة الإنسانية فيما يتعلق بكلكم لآدم وآدم من تراب. هذا طبعا فيه مسألة مهمة جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يريد للبشر التطاول العرقي أيا كان، يعني لا يتطاول العربي على العجمي ولا العجمي أيضا على لماذا؟ لأنهم جميعا سيكونون أمام رسالة واحدة. ولذلك الضابط في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وأنثى ثم جعلنا بعد ذلك قبائل ثم جعلنا شعوب، ولكن الأصل واحد: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة. فنحن مخلوقون من نفس واحدة. هذه الدعامة الثالثة. الدعامة الرابعة موضوع العدل كقيمة لا تقبل التجزئة. نعم. يعني مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فموضوع العدل قيمة مطلقة في الإسلام، يعني قيمة لا تقبل النسبة. يعني لا يمكن لقاضي في منصة القضاء يأتي إليه شخص كافر وشخص مسلم يقول: والله لأن هذا مسلم أحاول أن أنحازي إليه، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله سبحانه ونزلت طبعا آيات كثيرة جدا. القصة مشهورة في سورة النساء: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، آيات يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذه عبارة عن مجموعة من المسلمين تواطؤوا وتآمروا على شخص من اليهود، سرقوا مالا ثم رموه على بيته، ثم اتفقوا جميعا كمجموعة مسلمة بأن الذي سرق المال هو وهذا اليهودي. وكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقهم لأنه طائفة ومجموعة والمال وجد في بيت اليهودي. انظر 10 آيات في كتاب الله جاءت من السماء لتنصر هذا اليهودي ولتقف ضد ضد هؤلاء المسلمين. لماذا؟ لأنهم سيظلمونه حتى لو كان كافر، لكن الله عبده هذا في عبوديته الربوبية، هذه هو ربه، لا يقبل الله سبحانه وتعالى أن يظلم هذا. فنصره الله من فوق 7 سماوات. إذن العدل قيمة مطلقة، وربما رهاننا حقيقة في الدولة المسلمة على أحكام العدل في الشريعة، لأنها ليست أحكام وضعية ولكنها نسميها نحن الأحكام المتعالية، بمعنى أحكام مصدرها ليس الأرض، مصدرها ليس البشر، مصدرها ليست الكتل الاجتماعية التي تتصارع داخل البرلمانات، مصدرها ليست رجال المال الذين يؤثرون في القرارات داخل، لا، هنالك أحكام لها علاقة بالحقوق ولها علاقة بالعدل.
فلا تتغير، والمسلمون جميعا يدركون الحلال فيها والحرام، وبالتالي لا تتغير من خلال برلمانات. إذن هذا الجانب أيضا من القيم المهمة جدا فيما يتعلق بالقيم الإنسانية. هنالك قيمة خامسة أيضا من المهم جدا أن نشير إليها، وهي قيمة العهود والمواثيق. تلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هنا مسألة العقود ومسألة المعاهدات أهميتها، نحن إذا أبرمنا اتفاقا أو أبرمنا عهدا، سواء كان هذا العهد داخليا مع مواطنين من غير المسلمين داخل الدولة، أعطيناهم عهودا ومواثيق، لا يجوز أن تنقض هذه العهود والمواثيق، وهذا في التاريخ طبعا واسع جدا. أو حاولنا أن نبرم اتفاقا مع غير المسلمين خارج الدولة، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نوفي بالعقود، فإذا شعرنا منهم خيانة فيجب أن نعلن إلقاء العهد، ثم نبدأ بعد ذلك في الحرب. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، فأنت تنقض. فهذه طبعا كلها من الأسس الأساسية التي تؤدي في نهاية المطاف. أيضا من القيم الأساسية قيمة التعارف والتعاون، وهما قيمتان متداخلتان. يا أيها الناس إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هنا سبحان الله بعض المفسرين وبعض أيضا العلماء المعاصرين قالوا هنا المقصود بالتعارف ليس فقط إنه والله أنا أعرفك أنت ألماني وتعرفني أنا عربي، لا، ليست هذه فقط، ولكن التعاون الذي يثمر التعاون. لما الناس تتعرف على بعضها وتتعرف على إمكاناتها وتتعرف على قدراتها وتتعرف على ما لديها من علوم وعلى ما لديها من إنجازات بشرية، فإن هذا يجب أن يكون لخير الإنسانية وليس لدمارها، فيتحول التعارف إلى تعارف إلى تعاون، يتحول التعارف إلى تعاون. فهذه من القيم أيضا الإنسانية حقيقة التي يعني يرتكز إليها النظام الإسلامي. جميل. أيضا من الدعائم المذكورة عندكم في الكتاب شيخنا التمسك بالفضائل، ما المقصود فيه؟ أحسنت. التمسك بالفضائل هذه حقيقة من القيم الكبرى التي حرصت الديانة الإسلامية منذ نوح عليه السلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام أن تتراكم هذه القيم. نعم. فمثلا قيمة التوحيد، وأنا أسميها قيمة الحق، البحث عن الحقيقة، البحث عن الحقيقة المطلقة، يعني هذه يجب أن تكون قيمة فاضلة يسعى إليها الجميع. وهنا موضوع الحقيقة طبعا قضية كبيرة جدا في القرآن الكريم، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. وهنا نتحدث عن حقائق الغيب وحقائق الطبيعة وحقائق الإنسان، يعني هنا تدخل فيها قضايا علوم المختبرات وغيرها. على كل فيما يتعلق بقيمة الحق قيمة فاضلة يجب أن يسعى. لكن هذه إذا أردت أن أختصرها فإنها يمكن أن نلخصها فيما نسميه نحن بالصراط المستقيم، ونسميه بالحكمة، ونسميه بالفرقان، وهو قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ففيها قضية التوحيد، فيها بر الوالدين، فيها عدم قتل النفوس، فيها ترك الفواحش، إلى غير ذلك من الآيات التي ختمت بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فنحن هنا نلتقي مع غيرنا من المسلمين، مع غيرنا من أهل الملل الأخرى، نلتقي معهم على هذه القيم الإنسانية الفاضلة نسميها المشتركات، فنعمل جميعا على محاربة الفواحش. هذه قيمة من القيم التي يجب أن نلتقي عليها، وقيمة فاضلة. نعمل جميعا على محاربة الكذب، والكذب الآن صار كذب حتى كذب عالمي، الدول الكبرى تكذب وتجتاح تجتاح المجموعات الأخرى. يمكن أن تكون هنالك من القيم الفاضلة أيضا قضايا الموازين وقضايا المكاييل وقضايا الجودة، ما نسميه الآن بالجودة العالمية والمقاييس الجودة، وهذه أيضا تدخل معنا في القيم الفاضلة فيما يتعلق بالصراط المستقيم. أيضا ممكن أن يكون من القيم الفاضلة القيم القضائية التي يمكن أن تكون والله كيف يمكن للقضاء أن يكون قضاء راشدا، والمحاكمات فيه تكون محاكمات عادلة. فهذه كلها على كل من الفضائل التي سعت إليها الشريعة وكانت تراكمية في التشريعات. يعني مثلا نوح عليه السلام كان فقط القيمة الأساسية التي بنى عليها بعد توحيد الله بر الوالدين، لم يزد على ذلك. ثم جاء بعد ذلك بقية الرسل، فلاحظ كيف كان هود وصالح وشعيب. شعيب جاء بالقيم بتاعة الموازين والمكاييل والجانب الاقتصادي. لوط عليه السلام جاء بقضية الفضائل الأخلاقية. موسى عليه السلام جاء بالفضائل السياسية وقضية الحريات وغيرها، في أنه أراد أن يحرر قومه من الاستعباد الفرعوني، وهكذا إلى أن جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شاكرين لك شيخنا.
هذا الحضور وهذا الإلقاء، والشكر موصول لكم أنتم مشاهدينا الأفاضل في كل مكان على حسن المتابعة والإنصات. نجدد ونكرر الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا شكرا. وسهلا، حياكم الله، مرحبا. يقول الشاعر: فالدين يسر والشريعة سمحة والأمر شورى والحقوق قضاء، دين يشيد آية في آية لبناته السورات والأضواء، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله جل جلاله البناء. طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah